في الفيديو ده هعلمك ازاي تعملي الحلاوة الطحينية في البيت بكل سهولة من غير اي تعقيدات، وهقولك على تريكات هتظبط معاكي الوصفة وهتنجح معاكي من اول مرة زي ما انت شايفة كده معايا، واقولك على المشاكل اللي هتقابلك ازاي تحليها. والطريقة الاصلية مضمونة 100%. هنا انا معايا عرق حلاوة. عرق الحلاوة ده بيجي من عند اي عطار، ده كبير. انا يا دوبك عشان هو ناشف زي ما انتم شايفين كده، يا دوبك خدته على النار على كوبايتين ميه 10 دقايق، وقطعته، خدت نص شيلته والنص التاني قطعته قطع زي ما انتم شايفين كده، وسبته يغلي لحد لما الميه خس يعني قلت خالص. بقى شويه دولت سبتهم لتاني يوم وابتديت اشتغل فيهم. ممكن تسيبيهم يومين 3 في التلاجة عادي، مفيش اي حاجه، مفيش اي مشكله. هنا صفيتهم ورحت جايبه حله فيها كوبايه ونص من السكر، عليهم نص كوبايه من الميه، حطهم على النار يغلوا لحد لما يبتدي تدوب كده، وهنزل عليها بنص كوبايه من عسل الجلوكوز. ده يعني سعره رخيص عند اي عطار او عند اي محل مستلزمات حلواني او حتى في السوبر ماركت. بعد كده هنزل يعني ربع معلقة صغيرة من الحمض الليمون، او اللي هما بيقولوا عليه ملح ليمون، او لو مش متوفر عندك تقدري تستخدمي نص ليمونة. ده عشان ما يسكرش معاكي، والسكر تلاقيه بعد كده يعني حبب كده معاكي. كده انا هعرف هو استوى لحد ازاي. هجيب بولة فيها مية ساقعة، وهبتدي انزل كده بشوية من الخليط بتاعي. لو كورت معايا وبقت كرة لينة كده وفي نفس الوقت بتعرفي تشكليها كده هي استوت. وهخش على المرحلة اللي بعدها، هجيب معلقتين من طعام مليانين من عرق الحلاوة وهضيفه عليه. هتحسي بفوران كده، هتقلبي بمضرب كهربا او مضرب يدوي المتوفر عندك، بس لو يدوي يبقى بسرعة. وهتحطيه على نار متوسطة، بلاش عالية، او اللي هو اقرب للواطية شوية، الهادي. وهنا كنت جبت حلة فيها حمام بخار مية، وهحط الطحينة عليها. دي نص كيلو طحينة، هقولك ليه معايا في الفيديو دلوقتي. هنا برجع اقلب، ولما اجي اختبر الخليط بتاعي بهدي النار خالص، شمعة، اعرف ازاي ان هو استوى. بجيب مية ساقعة في بولة واحط فيها قطعة من الخليط، يعني شوية من الخليط اللي انا عملته. لما يتكسر معايا اعرف ان كده استوى، ما يمطش معاكي او يبقى عامل زي التوفي، لا انا عايزاه يتكسر معاكي. كده أنا الخليط بتاعي كان جاهز. عايزة لو عندك ترمومتر يفضل. عايزة الخليط الابيض اللي احنا عملناه اللي هو يكون درجة حرارته 145 ل50، وهسيبه يهدى. على ما يهدى شوية بس كده، لما كده هيكون استوى. هسيبه يهدى شوية بس كده، وهنزل تكون الطحينة وصلت معايا درجة حرارتها 40. ما عندكيش ترمومتر لحد ما يبقى دافي معاكي، وهنزل بالخليط بعد كده على الطحينة لما يهدى بس شوية، زي 3 دقايق كده، وهقلب كويس. والخليط بيبقى سخن قوي قوي يعني. هقلب كويس وهروح بعد كده حطاه في القوالب بتاعتي، اي علبة عندك. انا عندي عمل علبتين. انا كل ما بيخلص بعمل غيره، كل ما يخلص اعمل غيره، خصوصا انا عاملاه في البيت من دون اي مواد حافظة. طبعا انا قلتلك ليه الطحينة بتسخن، عشان لما بتسخن ما يتكسرش. لو خليط نزل معاكي على حاجة ساقعة او حاجة مش دافية هيتكسر معاكي، عشان قلتلك ان هو هيبقى عامل شبه التوفي، اللي هو مش التوفي، معلش اسفة، اللي هو الكراميل اللي هو الناشف كده. بسيبه، ما بدخلوش التلاجة خالص، بسيبه 4 ساعات بره وبعد كده بقدمه. بس انا كنت عاملاه بالليل عادي، سبته تاني يوم قطعته. الوصفة تستحق التجربة، ولو في اي حاجة اكتبولي في الكومنتات. ولو استفدت من الفيديو متنسيش في لايك واشتراك وكومنت جميل.